الهمسات في الليل. في أحد الأحياء القديمة في القاهرة كان في بيت قديم مهدم شوية متخبي في آخر شارع ضيق. البيت ده كان دايما محل حديث الجيران، لكن مفيش حد قدر يثبت الكلام اللي كانوا بيحكوه. كانوا بيقولوا إنه مسكون وإن في حاجة غريبة بتحصل فيه في الليل، لكن مفيش حد قدر يدخل جوه عشان يشوف بنفسه. في يوم من الأيام جه شاب اسمه سامي، قرر إنه هو يخاطر ويدخل البيت ده عشان يعرف هل الكلام ده صحيح ولا لأ. كان سامي شاب جريء وما كانش بيخاف من أي حاجة. كل الناس في الحي نصحوه إن هو ما يدخلش، لكن هو كان عايز يشوف اللي بيحكوا عنه بإيده. دخل سامي البيت في وقت متأخر من الليل، الجو كان بارد والرياح كانت بتعصف بالخارج. أول ما دخل حس بشيء غريب في المكان. البيت كان مظلم وكل الأثاث فيه قديم ومتهالك، وكأن الزمن وقف في المكان ده. الرياح كانت بتدخل من الشباك المكسور وتعمل صوت غريب كأنه همسات. سامي قرر يطلع للدور التاني، لكن أول ما حط رجله على السلم الخشبي حس بحاجة غريبة، كأن في حد بيحاول يوقفه. السلم كان بيصدر أصوات غريبة وكأن في حد تحت منه. سامي طلع للأعلى وداخل الغرف كان فيه هوا تقيل، المكان كله مليان تراب والجو كان ساكن جدا. لكنه لما دخل غرفة من الغرف شعر بشيء مش طبيعي، وفي اللحظة دي بدأ يسمع همسات خفيفة في الأذن، همسات كأنها مش من شخص واحد لكن من أكتر من شخص. الهمسات دي كانت بتتكرر: اخرج من هنا، ارجع. الصوت كان مبحوح وكأنهم بيحذروا سامي من شيء مخيف. سامي حاول يتجاهل الصوت ويمشي في البيت، لكن كل ما اتحرك كانت الهلسات تكتر وتيجي من أماكن مختلفة. حاول يغلق الأبواب لكن الأبواب كانت دايما بتفتح لوحدها. اتجه لآخر غرفة وكانت غرفة مظلمة جدا. لما دخلها وجد فيها مكتبة قديمة. فتح الكتاب اللي عليها، لكن فجأة اتسقطت من الكتاب ورقة قديمة مكتوب عليها حاجة بتقول: الهمسات هي بداية النهاية. قبل ما سامي يفهم معنى الكلام ده بدأ يسمع صوت خطوات وراه، لكن لما اتلفت ما لقى حد. وبمجرد ما رجع يبص في الكتاب تاني بدأ يحس بحاجة غريبة حواليه. فجأة اتنقلت الهمسات من مجرد كلام إلى أصوات متواصلة، وكل ما اتحرك أكتر الصوت كان بيزيد. سامي حاول يهرب لكن كأنه هيقع عليه. في اللحظة دي طالع له ظل أسود من الزاوية المظلمة في آخر الغرفة. كانت عيون مشوهة ومضيئة في الظلمة. ظل عجيب جدا كان بيحاول يقترب منه. سامي حس بخوف شديد وركض بأقصى سرعته للخروج، لكن كل ما ركض أكتر كانت الهمسات تتبع خطواته. حتى لما وصل للباب الخارجي كان الباب موصد ومش قادر يفتح. وفي اللحظة دي حس بشيء بارد على رقبته زي ايدين بتمسكه، وأصبح مش قادر يتحرك. تجمد في مكانه، وكان الصوت اللي حوالينه بيزيد في السرعة وكأنه بيغنيله في أذن واحدة، لحد ما شعر وأكن روحه ابتدت تفارق جسده. وفجأة في لحظة غريبة توقف الصوت وكل شيء هدي، لكن سامي لقى نفسه بيجري في الشارع فزعا كأنما فاق من حلم عجيب. لما رجع للحي جيران البيت كلهم كانوا بيشوفوه وهو بيجري كده، وكانوا بيقولوا إن ده مش أول واحد يحاول يدخل البيت ده، بس هو كان الوحيد اللي قدر يهرب. لكن لحد اليوم ده سامي مش قادر ينسى الهمسات ومش قادر ينام لوحده، وبيحس إن في حاجة لسه بتلاحقه وبتهمسله دايما في الليل. ما تقدرش تهرب، الهمسات هتفضل تتبعك. النهاية: